أنا وقعت وقعة كبيرة، فلست، ما كانش معايا جنيه، وكنت بقول لنفسي إزاي هرجع، بس أقسم بالله نزلت أجيبها من تحت تاني. التجربة دي مش مرة مش مرتين، 5 6 مرات. طلعت من فوق لتحت بيوم، لكن من تحت لفوق خد سنين، سنين معفرة فيها دمع ووجع وخوف. فلما أقولك إن الطريق صعب، أنا مش بقولها كحكمة، أنا بقولها كتجربة. بس اسمعني، لو مش معاك فلوس دلوقتي ما تخليش ده عذر. ما تقعدش تقول كل حاجة واقفة علشان أنا معيش. مفيش حد هيرمي لك فلوس، مفيش حد هيشيلك. الناس بتحس بيك، تمام، استفدت ايه؟ خدت خطوة، اتحركت، عملت اللي عليك، ولا قاعد بتفكر وبتعيد نفس الحوار كل يوم؟ بقولك بصراحة، لو عايز تطلع لفوق لازم تنزل لتحت تاني، زي النبلة، لازم تشدها لتحت علشان تطلع بأقصى قوة. اللي بيجري بيرجع خطوة قبل ما يندفع، اللي بينجح بيضحي قبل ما يفرح. لو عايز تتعلم، عايز تدرس مجال جديد، عايز تفتح بيزنس أو تبدأ من أول وجديد، لازم تتقرص، لازم تضحي، لازم تقلل مصاريفك، لازم ترجع خطوتين ورا علشان تقفز قدام. بس لو فضلت مكانك وانت منتظر تتحسن من غير ما تدفع التمن، يبقى مستني وهم، لأن اللي ما بيضحيش ما بيتغيرش. فخدها مني، على قد ما تضحي ربنا هيعوضك، بس بشرط تاخد الخطوة مش الكلام. اشترك في قناة NSV وخلي الكلام ده يوصلك كل يوم.